النهارده مش هنتكلم عن خبر، هنتكلم عن قرار هيحرك تريليونات الدولارات. السؤال ليس ماذا سيقرر الفيدرالي، بل ازاي نستعد لكل احتمال. بس قبل ما ابدا، عملت تغيرات في فقرتنا ويا رب تكون عجبكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من بورصه وقصه. النهارده مش هنتكلم عن خبر، هنتكلم عن قرار هيحرك تريليونات الدولارات، هيحدد اتجاه الذهب والدولار والاسهم خلال الفتره القادمه. بعد ايام قليله العالم مش هيبقى منشغل بالحرب أو انتخابات أو أزمة سياسية، بل بجملة قد تستغرق قراءتها دقيقة واحدة: هو قرار الفيدرالي الأمريكي قادر على تحريك الذهب والدولار والأسهم والنفط والبيتكوين في وقت واحد. السؤال ليس ماذا سيقرر الفيدرالي، بل إزاي نستعد لكل احتمال. الحلقة النهاردة مش هتكون حلقة توقع، بل هنبني خطة استثمارية مهما كان القرار. قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الأسواق العالمية. الفيدرالي هو البنك المركزي الأمريكي المسؤول عن السياسة النقدية. تغيير سعر الفايدة يؤثر على تكلفة الاقتراض والسيولة والتضخم والنمو، وبالتالي هينعكس على جميع الأسواق العالمية. بس قبل ما أبدأ، عملت تغيرات في فقرتنا ويا رب تنول إعجابكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بورصة وقصة. من أول اليوم بدأنا فيه البرنامج كان هدفنا إن احنا دايما نبسط الاقتصاد ونوصل المعلومة بطريقة يفهمها الجميع. وخلال الفترة اللي فاتت وصلنا منكم تعليقات واقتراحات كتيرة، وكلها كانت بتدور حوالين فكرة واحدة: انكم عاوزين محتوى اعمق وتحليل اكتر وتعليم يساعدكم ان انتوا تاخدوا قراركم بنفسكم. وعشان كده قررنا ان احنا نطور البرنامج. من النهارده بورصه وقصه مش هيكون مجرد متابعه للاخبار او تحليل للاسواق وبس، لكن هيكون رحله اسبوعيه لفهم الاقتصاد والاستثمار بطريقه عمليه وبسيطه. اضفنا فقرات جديده هتكون ثابته في كل حلقه: فقره نبض الأسواق، وده هيكون ملخص لأهم ما حدث خلال الأسبوع. قصة الأسبوع، ده تحليل ملف اقتصادي لأهم الأخبار وتأثيرها على الأسواق. مدرسة البورصة، وهنا هنتعلم فيها كل أسبوع مفهوم جديد عن التحليل الفني والمالي وحتى إدارة المخاطر. كبسولة البورصة، معلومة اقتصادية سريعة في دقيقة. فرصة الأسبوع، تحليل سهم أو أصل مالي مع توضيح الفرص والمخاطر. سؤال الجمهور، هنجيب فيه على أسئلتكم. والخلاصة، أهم 3 رسائل هنخرج بيها من الحلقة. والمفاجأة، هيكون معانا ضيف نحكي عن قصة وعن حاجة جديدة. وضيفنا الحلقة القادمة من كان يظن إن كان في مجال احتكره الخبراء الأجانب لسنوات عديدة سيصبح للمصريين فيه الريادة والمنافسة العالمية. في حلقة استثنائية من بورصة وقصة هنستضيف المهندسة جاكلين سمير، خبيرة الترميم وعاشقة العمارة الإسلامية، لنروي رحلة كفاح ملهمة وكيف نجح المرمم المصري في كسر الاحتكار وإثبات كفاءته حتى أصبح اليوم صاحب اسم ووزن ومنافسة قوية جدا لكبار خبراء الترميم في العالم. كيف تنقذ الآثار من الانهيار، وما آثار ترميم الكنوز التاريخية، وكيف تحولت الخبرة المصرية إلى مصدر فخر ينافس أكبر المدارس العالمية. حلقة هتكون مليئة بالأسرار والقصص والإنجازات. لا تفوتوا موعدا مع التاريخ ومع قصة نجاح مصرية تستحق أن تروى. انتظرونا في بورصة وقصة، وقصة جديدة بشكل جديد. احنا مؤمنين ان النجاح الحقيقي هو ان احنا نتطور مع كل حلقة ونسمع آرائكم ونقدم محتوى أفضل من الحلقة اللي قبلها. هدفنا مش ان احنا نقولك تشتري ايه وتبيع ايه، هدفنا انك تفهم السوق وتعرف ليه السوق بيتحرك وازاي تبني قرارك بنفسك. مرحبا بكم في الشكل الجديد من بورصة وقصة، ويلا بينا نبدأ مع بعض الشكل الجديد. لأن الاستثمار الناجح ما بيبدأش من الشراء، بل بيبدأ من الفهم. هنبتدي مع بعض مدرسة البورصة، كل أسبوع معلومة واحدة عشان نفهم يعني إيه بورصة. هنبتدي مع بعض إيه هو التحليل الفني وإيه هو التحليل المالي وايه الفرق بين الاتنين. التحليل الفني ده بيدرس السعر، بيحدد وقت الدخول ووقت الخروج، بيعتمد على الرسم البياني. لكن التحليل المالي بيدرس الشركة، بيعتمد على القوائم المالية، يناسب الاستثمار طويل الأجل. التحليل الفني بيقول لنا نشتري امتى، لكن التحليل المالي بيقول لنا تشتري ايه. هنكمل بعد كده حلقات قصيرة عن الدعم والمقاومة، الترندات، المتوسط المتحرك، الار اس اي، الام اي سي دي، حجم التداول، الفجوات السعرية،
وقف الخسارة، إدارة المخاطر في الأسواق. من يمتلك المعلومة قبل الغير يربح أحسن من الغير. هدفنا في بورصة وقصة اللي احنا مش قلنا احنا نقول ان انت تشتري ايه، بل احنا دايما بنعلمك ونفهمك ونقول لك المعلومة كيف تفكر كمستثمر. لا تستثمر في معلومة، استثمر في فهم. نبدأ فقرتنا كبسولة البورصة السريعة. مؤشر البورصة المصرية زي ما قلنا قبل كده طول ما هو فوق 49700 مفيش قلق. النهارده جلسة 21/7 لقينا النهارده المؤشر طلع فوق 53,000 نقطة، وده شيء إيجابي جدا. نقطة تحول. البورصة السعودية زي ما قلنا ل 12,000 نقطة، وطول ما هو فوق 9,500 ما زالت رؤيتي إيجابية، وشايف إن هو من آخر الربع السنة دي هيكون الحصان الأسود للأسواق كلها. الذهب احنا غيرنا النقطة بتاعتنا وقلنا دلوقتي الذهب، وشايف إن الذهب ال 4200 بقت هي نقطة التحول. 4200 دولار للأونصة، والدعم عندنا بقى بين ال 3900 وال 3500. الفضة شايف نقطة التحول بتاعه النهارده بقت ال 72 دولار، والدعم بتاعنا بين ال 54 دولار وال 45 دولار. البترول قلنا من الحلقات اللي فاتت توقعنا ان هو يرتد من عند ال 67 دولار، وقلنا ان احنا نطلع من ال 80 ل 85 دولار، والنهارده احنا عند المستويات المقاومة دي، واتوقع ان هو يبتدي يعمل عمليه جني ارباح او ينزل تاني من المستويات دي. مؤشر امريكا اللي هو الداو جونز طول ما هو فوق ال 50,000 نقطه فهو ايجابي، لسه مستهدفين ال 60,000 نقطه. البيتكوين لا زلنا باتجاه سلبي طول ما هو تحت ال 72,000 نقطه، لو وعندنا مستهدفات بتاعتنا لسه ال 50 لل 45,000. كده خلصت فقره كبسوله البورصه، ونرجع تاني لفقره البرنامج الاساسيه. يلا بينا نبدا اول صفحه في القصه مع تحليل البورصه المصريه اي جي اكس 30. زي ما ذكرنا قبل كده ان السوق بتاعنا لسه في اتجاه صاعد، ومفيش اي مشكله طول ما احنا فوق ال 50,000 نقطه، وبرده الاتجاه الصاعد بتاعنا على الخط الاتجاه الصاعد من شهر 9 عام 2025 لغايه النهارده ما اتكسرش، وده بيدعم المستويات بتاعتنا وبيدعم ان في دعم قوي عند ال 51,000 لل 52,000. النهارده بجلسه الثلاث 21/7 لقينا ان المؤشر ابتدى يصعد بقوه وقدر يكسر مستوى ال 53,000 نقطه، وده شيء ايجابي جدا. وكده احنا مستهدفين ال 55,000 نقطه اللي هي دي اعلى نقطه وقع منها المؤشر خلال الفتره الاخيره، وبعديها ال 57,000 نقطه. وزي ما احنا شايفين في خط الاتجاه الصاعد باللون الاخضر، وهنحط وقف خسارتنا دلوقتي عند المؤشر عند ال 50,000 نقطة. يلا نخش على اي جي اكس 70. هنلاقي ان اداؤه الاسبوع الماضي كان افضل بكثير من اي جي اكس 30، وكسر المقاومات اللي احنا كنا حاطينها عند ال 15,800، وكده مستهدفين ال 18,300 نقطة. ونرفع بقى مستوى وقف خسارتنا او حمايه الارباح. احنا كنا حاطينها الاسبوع اللي فات عند ال 15,000، نرجع نرفعها عند ال 16,000 نقطه عند خط الاتجاه الصاعد باللون الاخضر اللي احنا راسمينه، مع متوسط متحرك 50 يوم ومتوسط متحرك 33 يوم باللون الازرق والبني. يلا بينا بقى نخش على الحاجه الجديده اللي ثبتناها في البرنامج، وهي الذهب. الذهب بقى فقره اساسيه لكل الناس بقى بتطلبها، وكل الناس بقت تعتمد عليها، وكل الناس دايما بتسأل الذهب هيعمل ايه، وخصوصا بعد هبوطه من 5500 دولار النهارده عند ال 4000 دولار. لو بصينا على الذهب هنلاقي ان احنا بقت نقطة التحول عندنا دلوقتي بقت ال 4200 نقطة او 4200 دولار للأونصة، بقت نقطة مهمة جدا جدا عند السهم اللي احنا راسمينه باللون الازرق. لو بصينا عليه هنلاقي ليه ال 4200 بقت نقطة مهمة، هنلاقي ان في خط اتجاه هابط عند السهم او عند الذهب عند نقطة المقاومة ال 4200 دولار دي من شهر مارس 2026 ما اتكسرتش، ونفس الوقت هنلاقي نقطة مقاومة عند متوسط متحرك 50 يوم باللون الازرق و33 يوم باللون البني. ونفس الوقت هنلاقي ان احنا رسم بياني شكل جديد اسمه فولينج ويدج، وهنبقى نشرحه بعد كده. كسرته بال 4200 دولار هيغير الاتجاه بتاعنا من اتجاه هابط لاتجاه صاعد، وهنلاقي برضو ان هو بيعمل قاعين مزدوجين يعني دبل بوتوم، ده برضو بيغير الاتجاه بتاعنا من اتجاه هابط لاتجاه صاعد. هنشرح شرح مبسط يعني ايه مقاومه عشان برضو الناس تبقى فاهمه يعني ايه مقاومه. المقاومه دي يعني كل ما بيوصل لنقطه معينه بنلاقي نقطه بيع او سقف سعر او سقف بيع، منطقه الناس دي بتبيع عندها حائط صد بيوقف طلوع السعر، ممكن بيقف قدامه السعر وبيصعب عليه ان هو يعديه. تخيل كده السهم طالع على سلم وبقى مره واحده لقى فيه سقف قدامه، السقف ده بقى مقاومه. لو كسر السقف دوت هيبقى خلاص هيقدر ان هو يكمل صعود، لكن هو ما عرفش يكسره هنلاقي ان هو يبتدي يرجع تاني ينزل. او بشكل مختصر جدا المقاومه هي منطقه البياعين، لو السعر قدر يعديها يبقى كسب الجوله بتاعته وفتح طريق للصعود. يبقى ملخص كلمه السر عندنا في الذهب
هي ال 4200 دولار للأونصة. يلا نخش على فقرة اختيار الجمهور. كثير من المشاهدين طلبوا ان هما ما نبقاش ان احنا زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت نقول قطاعات، كانت طلبت ان احنا نقول المرة دي اسهم، عشان كده اخترت اسهم ان انتوا بعتوها، ولقيت ان الاسهم كلها اسهم قيادية في البورصة المصرية. اول سهم هو السهم التجاري الدولي، زي ما احنا عارفين ان هو بيمثل في حدود 30% من المؤشر. هنلاقي ان السهم صعد بقوه النهارده في جلسه 21/7، وقدر ان هو يكسر مقاومه عند ال 137 جنيه ونص، ووصل لغايه مستوى 139 جنيه ونص. انا شايف ان هو يكمل لمستوى ال 145 جنيه و20 قرش خلال الفتره القادمه. سهم ايجابي جدا طول ما هو فوق ال 126. اهم نقطتين دلوقتي نركز عليهم: ال 145 جنيه فوق وال 126 جنيه لتحت. لو قدر ان هو يكسر ال 145 جنيه فوق هيطلع بقوه لغايه ال 164 جنيه، وهيكون عامل شكل مثلث هنشرحه المره الجايه اسمه مثلث متصاعد، بيكمل لنا الاتجاه بتاعنا للصعود. يبقى خلاص كده وقف خسارتنا 126 وراقب ال 145. السهم التاني اللي انتوا طلبتوه المصريه للاتصالات. سهم مصريه الاتصالات النهارده قدر يكسر مستوى المقاومه عند ال 101 جنيه وصعد لمستوى ال 183 قرش. شايف ان السهم مكمل لغايه ال 113 جنيه و20 قرش، ودي اعلى نقطه وصل لها السهم بيتحرك بالعرض خلال الفترة الأخيرة، وسهم إيجابي طول ما هو فوق 89 جنيه و75 قرش، وده هيكون وقف خسارة على المدى القصير والمتوسط. فقرة أو فرصة الأسبوع. النهارده انا اخترت سهم شرقيه للدخان. ليه اخترت شرقيه للدخان؟ لان هو من جوه اي جي اكس 30 ومن الاسهم القياديه، وفي نفس الوقت عامل شكل حلو جدا نشرحه كفكره مع مدرسه البورصه. هنلاقي سهم الشرقيه للدخان بعد ما كسر مستوى ال 41 جنيه اللي هو كان مستوى الدعم بتاعه، بقى ماشي بالعرض في شكل اسمه سيمتريكال تراينجل. الحد العلوي بتاعه بقى عند ال 41 جنيه، والحد السفلي بتاعه زي ما احنا شايفين عند ال 35 جنيه. هنلاقي ان السهم باللون الاخضر، وفي النقطه اللي تحت عندنا باللون الاحمر. كسرت ال 41 جنيه و80 قرش، هنلاقي ان هو بيصعد بقوه ل 48 جنيه و70 قرش، وكسرت ال 35 جنيه لتحت هينزل بقوه لل 27 جنيه و70 قرش. يلا نشرح ببساطه يعني ايه سيمتريكال تراينجل. هو عباره عن المثلث متماثل او نموذج متماثل، وهي الترجمة الأكثر استخداما بين المحللين الفنيين. يعني ايه المثلث المتماثل؟ هي فترة بيهدأ فيها السوق وكل حركة بتبقى أضيق من اللي قبلها، يعني المشتري والبياع ابتدوا يقربوا مع بعض في القوة، والسعر بقى بيتحرك في نطاق صغير جدا. مع الوقت بيجي وقت الانفجار، يا إما بيحصل يا إما فوق أو تحت. ده باللغة العامية نقدر نقول تخيل كده سهم محشور بين خطين بيقربوا من بعض، وكل مرة يطلع أقل من اللي قبلها وينزل أقل من اللي قبلها، لحد ما تيجي في وقت الزنقة دي بتبقى مضغوطة جدا، وأول ما بيخرج من المثلث بقوة غالبا بتحصل معاها حركة كبيرة، يا إما لفوق لو كسر الضلع العلوي، أو لتحت لو كسر الضلع السفلي، زي ما احنا شرحناها في شرقية للدخان. المثلث المتماثل مش معناه ان السوق واقف، لكن معناه ان السوق بيجمع لطاقة او لحركة عنيفة هتحصل، وكل ما اقترب السعر من راس المثلث زادت احتمال خروجه حركة قوية تحدد الاتجاه القادم. كده يبقى احنا خلصنا مع بعض فقرتنا كتحليل فني ورؤيتنا كبورصة المصرية، وقلنا على الاسهم اللي انتوا اخترتوها، وقلنا على السهم اللي احنا شايفينه كفرصة اسبوع. يلا بينا بقى نبدأ اهم حاجة اللي هتغير كل دوت، سواء بقى بالصعود او بالهبوط، وهيحصل حركة عنيفة جدا جدا خلال الفترة القادمة. اليوم اللي هيجتمع فيه البنك المركزي الفيدرالي الامريكي ويحدد سعر الفايدة. يلا بينا نبدأ قصتنا النهاردة. وزي ما تعودنا كل اسبوع في برنامجنا مختلف بيقدم قصة جديدة ومختلفة عن العالم كله. ماذا لو ثبت الفايدة؟ ماذا لو رفعها؟ ماذا لو خفض الفايدة؟ ممكن الذهب يتحرك عشرات الدولارات، ومؤشر الاسهم تكسب او تخسر مئات النقط، والدولار يقلب اتجاهه، مش بس بسبب الحرب ولا ازمة سياسية، لكن بسبب شخص واحد هيطلع يقول بيان لمدة دقائق معدودة، وهو اجتماع الفيدرالي الأمريكي. لكن السؤال الحقيقي، هل السوق تهتم بقرار الفايدة أم بكلمة اللي هتتقال بعد القرار؟ في الحلقة دي هنشرح كل السيناريوهات، وإيه اللي هيحصل للذهب والدولار وللبورصات وللبترول والبيتكوين، والأهم كيف يتصرف المستثمر الذكي. أولا، لماذا يهتم العالم بالفيدرالي؟ الفيدرالي هو البنك المركزي الأمريكي، وهو المسؤول عن سعر الفايدة، تضخم، النمو، البطالة. ولأن الدولار هو العملة العالم، وهي أقوى عملة في العالم، وهي اللي هتقرر كل حاجة، هي اللي هتأثر على الذهب والفضة والنفط والعملات والأسهم والسندات. حتى الأسواق العربية هتتحرك مع قرار
الفايدة. كيف تؤثر الفايدة؟ الفايدة هي سعر المال، كلما ارتفعت الاقتراض هيقل، الإنفاق هيقل، الاستثمار هيقل، التضخم هيهدى، لكن الاقتصاد هيحصل فيه تباطؤ. لكن إذا انخفضت الشركات هتقترض أكتر، الاستثمارات هتزيد، السيولة هترتفع، الاقتصاد هينشط، لكن التضخم هيرجع يرتفع. السيناريو الأول لو ثبت الفايدة، وده الأقرب ودي التوقعات الحالية ودي الأسواق ميالها خلال الفترة القادمة، تثبيت الفايدة في الاجتماع بعد تراجع بيانات التضخم الأخيرة، مع استمرار الفيدرالي في التأكيد على أن هو بيعتمد على البيانات قبل اتخاذ أي خطوة. لماذا قد يثبت الفايدة؟ لأن التضخم ابتدى يهدى، الاقتصاد لسه قوي، البطالة مبقتش مرتفعة. الفيدرالي بيقول مع الوقت الفترة لمراقبة البيانات. طب لو ثبت ايه اللي هيحصل؟ لو ثبت الذهب، اذا كانت ده تثبيت متوقع بالفعل فقد لا يتحرك الذهب كثيرا، لكن اذا جاءت التصريحات الرئيس الفيدرالي تميل الى خفض الفايده مستقبلا قد يرتفع الذهب بقوه. اما اذا لمح الى احتمال رفعها لاحقا قد يتراجع الذهب رغم تثبيت الفايده. الخلاصه، البيان والمؤتمر الصحفي هيكونوا من أهم القرارات. الدولار غالبا هيتحرك بشكل محدود، لكن إذا كانت لهجة الفيدرالي متشددة الدولار هتلاقي يرتفع بقوة، ولو كانت لهجته مرنة الدولار هينخفض. الأسهم الأمريكية إذا شعر المستثمرون أن دورة التشديد انتهت هترتفع الأسهم، أما إذا شعروا أن هناك رفعا قادما قد يحدث جني أرباح قوي. البترول إذا توقع المستثمرين نموا اقتصاديا قويا سوف يرتفع النفط، أما إذا زادت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد هنلاقي يتراجع. قد يتراجع البيتكوين، عادة بيستفيد مع توقعات خفض الفايدة. السيناريو الثاني رفع الفايدة، هذا السيناريو على الأقل ترجيحا لكل الناس وفقا لتوقعات الأسواق، وهيظل الاحتمال موجود إذا لقى الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفع بشكل مقلق. لماذا قد يرفع الفايدة؟ إذا رأى أن التضخم عاد للارتفاع، أن الإنفاق قوي جدا، سوق العمل ساخن، الاقتصاد يتحمل ولا لأ. هيحصل ايه للذهب؟ غالبا هيهبط، لان المستثمر بيفضل الدولار والسندات. الدولار هيرتفع بقوة قدام كل العملات وكل الأسهم، غالبا الأسهم هتهبط بعنف لأن تكلفة التمويل هترتفع. البترول هيتراجع، البيتكوين هيتعرض لضغوط بيعية كبيرة. السيناريو الثالث لو خفض الفايدة هتحصل مفاجأة كبيرة. لماذا قد ينخفض الفايدة؟ وساعتها هنشوف حركة عنيفة جدا جدا، الاقتصاد تباطأ بشدة، البطالة ارتفعت، التضخم انخفض بسرعة. هيحصل ايه؟ هنلاقي ان الدهب بيحصل فيه جنون غير طبيعي قوي جدا، هنلاقي الدولار ينخفض، هنلاقي ان الاسهم بترتفع بقوة. اذا كان السبب الخفض هو ركود اقتصادي قد ترتفع قليلا وبعد كده ممكن نشوف هبوط تاني. البترول قد يستفيد اذا توقع المستثمرين تعافي الطلب. البيتكوين غالبا هيستفيد بصورة كبيرة. أهم نقطة يغفل عنها الناس ليس قرار فقط بل المؤتمر الصحفي. أحيانا تثبيت الفيدرالي فايدة لكن رئيسه بيتحدث بنبرة مشددة فتنهار الأسواق، وأحيانا يحدث العكس. لذلك المستثمر المحترف ما بيقراش القرار بس بل لازم يفهم الرسالة كاملة. لماذا نفعل كمستثمر؟ في الفترة الأخيرة وقبل الاجتماع الفيدرالي ما تدخلش السوق بكامل السيولة قبل القرار، ما اضطرتش أول حركة هتحصل بعد القرار أو بعد الإعلان. انتظر المؤتمر الصحفي لما يخلص، راقب الدولار وعوائد السندات، التزم بإدارة المخاطر. فقرة بورصة وقصة في الأسواق. الخبر مهم لكن توقعات المستثمرين أهم. قد ترى قرارا يبدو إيجابيا والسوق يهبط، وليس لأن القرار سيء ولكن الجميع كان يتوقع الأفضل. السوق ما بيسعرش الواقع بل بيعتمد على المفاجآت. بعد أيام قليلة العالم كله هيجلس قدام شاشة واحدة، زي ما قلنا هننتظر جملة واحدة لا تتجاوز 10 كلمات لكن بعديها هيتحرك تريليونات الدولارات. هل هنرى تثبيت أم رفع أم مفاجأة بخفض الفايدة؟ راقب كلمات في المؤتمر الصحفي زي التضخم، سوق العمل، البيانات، المخاطر، السياسة النقدية، السياسة التقييدية، توقيت الخفض أو الرفع. أحيانا تكون لهجة رئيس الفيدرالي أهم من القرار نفسه. قدامنا رسم بياني هنعرضه لحضراتكم الناس تكون شايفاه، حطينا كل السيناريوهات. لو خفض الفايدة إيه اللي هيحصل، لو رفع الفايدة ايه اللي هيحصل، لو ثبت الفايدة ايه اللي هيحصل. والشكل ده هيكون مهم جدا جدا ان انت تبقى حافظه كويس قوي، واول ما القرار يحصل ابتدي بص عليه تاني هتلاقي ان اللي احنا قلناه هو دوت اللي بيحصل. المهم دلوقتي مش ان انت تعرف القرار فقط بل ان انت تعرف كيف تستفيد منه. المستثمر الناجح لا يتوقع الاخبار
بل يستعد لكل الاحتمالات. الأسواق ما بتتحركش لأن القرار جيد أو سيء، بل لأنها تقارن القرار بما كانت تتوقعه. المستثمر المحترف ما بيراهنش على سيناريو واحد، بل بيبني خطة لكل الاحتمالات ويترك العاطفة خارج السوق. الملخص: رفع الفايدة هيحصل ارتفاع دولار، ارتفاع عوائد السندات، تراجع الذهب، ضغوط على الأسهم، تباطؤ الطلب على النفط، ضغوط بيعية على البيتكوين، خفض الفايدة، ضعف الدولار، زيادة السيولة، صعود قوي للذهب، دعم الأسهم، تحسن النفط، ارتفاع البيتكوين. القرار الفيدرالي قد يستغرق دقائق معدودة، لكن تأثيره قد يمتد الأشهر. قد يتغير اتجاه الذهب ونكسر ال 4200 دولار ونلاقي الذهب في حتة تانية خالص. ممكن يتحرك الدولار، يهز أسواق الأسهم كلها ويؤثر على النفط، هيعيد رسم خريطة الاستثمار في العالم كله. ولكن هناك حقيقة لا تتغير: الأسواق لا تكافئ من يعرف الخبر أولا، بل تكافئ من يفهم أفضل. ولهذا بيكون هدفنا في بورصة وقصة اللي احنا ننقل لكم الأخبار، فالأخبار تصل إلى الجميع، ولكن يكون هدفنا إن احنا نقدم تسويات جاهزة، لأن القرار في النهاية قراركم أنتم. هدفنا الحقيقي إن احنا نفهم مع بعض لماذا تتحرك الأسواق، وكيف نفكر كمستثمرين مع بعض، وإزاي نحول المعلومة لقرار والقرار لفرصة. تذكر دايما إن أنت ممكن تربح صفقة، لكن الفهم هو اللي يجعلك تستثمر في الربح. ومن لا يتعلم سيظل أسيرا لكل خبر وكل إشاعة ولكل حركة مفاجأة في السوق. لكن اللي هيفهم مش هيخاف من تقلبات الأسواق، بل دايما هيبحث عن الفرصة داخل كل تقلب. أشكر من كل ما تابعنا حتى هذه اللحظة، وإذا استفدتم من الحلقة دي شاركونا مع بعض من يهتم بالاستثمار. كان معاكم محمد سعد، ونلتقي في حلقة جديدة من بورصة وقصة، لنروي مع بعض قصة جديدة من قصص الاقتصاد، ونتعلم كيف نصنع قرارا استثماريا أفضل.